عملية شفط المياه وردم البرك تتواصل في مقاطعة دار النعيم، وتأتي هذه الجهود من قبل البلدية إذ أعدت فرقا ومعدات وتم تجهيزها بما يلزم لإتمام العملية وعودة السكان لمنازلهم. اختيار نطمئن المواطنين وساكن الدار النعيم على أن الدولة مشتغلة في الليل وفي النهار من أجل على أن الأمور ترجع لطبيعتها، من أجل شفط المياه ورجوع المواطنين اللي ساكنين في المدارس لمساكنهم. عندنا بليدات في دار النعيم نقاط فيهم واحدة أيام طرحوا فيها جروب كبيرة، وهامهم تموا يضخوا شور شبكة الصرف الصحي موجودة عند كرفوه الحي الساكن، وهذا قطعا على انه لين يعدل على انه دور يخفف المياه حتى على المواطنين، خاصه للمنطقه اللي فيها احنا هون بنقالها منطقه سيس تراعوا فيها كانت مغموره بالمياه، ولا بدات تخف شيئا فشيئا. البلديه طبعا على انها زاد هي باذله مجهوداتها من بدايه الامطار وحتى الان، عندها سيارات تشتغل بيهم، زياده على رجال الاعمال اللي ساعدونا جزاهم الله خيرا. لجان الأحياء الميدانية المباشرة للعمل تم تشكيلها منذ بدء عملية شفط المياه، تعمل بتفان إلى جانب البلدية لمضاعفة الجهود لتعود انسيابية الحركة للمقاطعة بشكلها الاعتيادي. هكذا تعمل بلدية دار النعيم بوتيرة أسرع بكل ما أوتيت من دعم سبيلا لتخفيف مخلفات الأمطار وعودة السكان لمنازلهم التي أجبرتهم السيول على تركها.